بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا كلنا زهقنا بقى من الفراخ واللحمة والسمك والحاجات دي. عايزين نعمل أكلة تحابيش كده في رمضان، أكلة حلوة كده. هنعمل كشري الحلة الواحدة. كشري سهل وبسيط وسريع. ودي مهلبية عملتها، بس ان شاء الله الفيديو بتاعها هينزلك برضو ان شاء الله على القناة. بمكونات سهلة وبسيطة موجودة في البيت، ومفيش اسهل من كده. كشري الحلة الواحدة كله في حلة واحدة. ومش هنعمل كذا حاجة زي ما كنا متعودين على الكشري. نسلق بقى في المكرونة في حاجة، والرز في حاجة، والعدس في حاجة، وكلام من ده. كله 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 في حلة واحدة، وهنعمله وهيطلع معاكي بالشكل اللي انتي هتشوفيه دوت. اول حاجة هعمل ايه؟ هجيب طاسة او الحلة اللي هتعملي فيها ما تفرقش معانا، وهحط فيها كمية حلوة من الزيت، عشان الزيت ده هاخده هعمل بيه بقية الوصفة بتاعتي. بصلاية كده مقطعاها شرايح رفيعة، وبعد كده حطيت عليها معلقة نشا ونزلت بيها في الزيت اللي انا حطاه في الطاسة. هحمره لحد ما يدينا اللون الوردي اللي هو البصل بتاع الكشري الجميل اللي احنا متعودين عليه. هفضل اقلب فيه من وقت للتاني لحد ما ياخد اللون اللي انا عايزاه. وطبعا العدس انا غسلاه ونقعاه في ميه سخنه نص ساعه، ما سلقتوش ولا حاجه، وركناه على جنب. وادي البصل بتاعي احمر ووصل للدرجه الجميله ديت، هطلعه كده. حاول اصفيه عشان انا زي ما قلتلك عايزه الزيت بتاعه. طلع كل البصل كده في طبق بقى، ولا هيطرى ولا كلام من دوت، هيفضل معاكي الاخر وحدايه ناشف ومقرمش. وفي نفس الطاسه انا قسمت بيها الزيت كده في حلقه في الحله، والطاسه ديت هعمل فيها التسبيكه او الصلصه الحمراء بتاعه الكشري. انا هنا حطيت 3 4 فصوص توم. طحنتهم او دقاهم او جاهز عندك ايا كان. على نص كميه الزيت اللي في الطاسه، وهنزل بيهم كده وهديهم يعني يا دوبك يغيروا اللون. انا مش عايزاهم يعني يتحمروا ولا حاجه، يا دوب بس يطلعوا ريحتهم كده. وبعد كده هنزل بكميه الطماطم بتاعتي، وهعمل التسبيكه او الصلصه الحمراء بتاعت الكشري. اظن مفيش اسهل من كده. احنا كل دوت لسه بنجهز التحضيرات اللي هي يعني الحاجات اللي هي بتاعت الكشري اللي بتتحط جنبه. هنعمل الشطة، والدقة الصلصة، وهنعمل الدقة البيضة. يعني بصي كل حاجة كده واحنا واقفين بنجهز كذا حاجة في نفس الوقت. هنا بهرت بس كده رشة كزبرة ناشفة. وبعد كده هنزل بالطماطم بتاعتي اللي انا ضرباها في الخلاط. هبدأ بقى ابهرها ملح وكمون وفلفل، والبهارات بتاعتنا اللي هي العادية خالص. خلاص خلصت كده الصلصة، هبدأ اقلبها واحطها على نار هادية، وهركنها وهشوف هعمل ايه بعديها. بس طبعا انا بتأكد ان كل البهارات بتاعتي اتظبطت والملح وكل حاجة. ادي الصلصة بتاعتي جميلة ولونها حلو، مش محتاجة صلصة ولا حاجة. يعني الطماطم درجتها الحمار بتاعتها كويسة، فمش هحط لها صلصة ولا كلام من ده. خلاص الصلصة كده ركنتها على جنب. في الحلة بقى حطيت كوباية مكرونة شعرية. اول حاجة هبدأ بيها الشعرية، هحمرها لحد ما توصل للدرجة اللي هي زي العادية اللي احنا بنعملها للرز. يبقى اول حاجة في الحلة حطيت الزيت، وبعد كده المكرونة الشعرية، وهفضل اقلب فيها لحد ما تديني اللون بتاعها، بس ما تغمقهاش. يعني اول ما توصل للدرجه اللي هي الذهبي الحلو كده، تبداي تنزلي عليها بكميه الرز بتاعتك. انا هنا بقلب في الشعريه بس لحد ما تاخد اللون. وهنزل بكوبايه رز. ادي كده الرز بتاعي انا غسلاه على طول، ما نقعتهوش ولا حاجه، انا مجرد ان انا غسلته ونزلت بيه على طول على الشعريه. كل حاجه هتنزليها هتديها تقليبه. يعني الرز كده حطيته، هديله تقليبه كده تشويحه مع الشعريه. وبعد كده ادي العدس بتاعي اللي انا قلتلك انا نقعاه في كوبايه ميه سخنه. وما غليتهوش حوالي نص ساعه، وصفيته كويس ونزلت بيه برضو هديله تقليب لحد كله كده ما يتشمع مع بعضه. اظن مفيش اسهل من كده. يعني الكشري كنا متعودين ان هو يعني يعني 5 6 حلل على الاقل على البوتاجاز. بعد كده هنزل بالمكرونة. طبعا المكرونة دي انواع، انا هنزل بالاسباجيتي ونوع تاني.
انت عايزة تضيفي اي نوع تاني مكرونة براحتك. كده انا هنزل بيها على الرز برضو والمكرونة والرز والعدس والمكرونة الشعرية وكل الكلام ده. بعد كده هنزل بحبة مكرونة تاني اللي هي المقصوصة الصغنونة دي، وهبدأ بقى اتبل الكشري بتاعي التتبيلة الحلوة بتاعته اللي هي العادية خالص بقى، ملح وفلفل وكمون وشوية بهارات لو عندك، مكعب مرقة لو عندك، مش هيقول لنا لأ. يعني بصي بهاري بقى كده الحاجة عشان تشمي ريحة الأكل وهو لسه مستويش. بعد كده هنزل بالمية وهتعامل هنا زي الرز بالظبط، يا دوبك هغطي الرز والمكرونة والحاجات بتاعتي كده بالمية وعلى نار عالية، واول ما هيغلي هوطي عليه زي ما احنا متعودين في تسوية الرز. وهنا ديت الدقة بتاعتي، انا حطيت فص توم وحطيت عليها معلقة كزبرة والخل، وحطيت ربع كوباية مية وشلتها وفضيتها في بولة. وبعد كده هعمل الصلصة الحمراء او الدقة الحمراء، معلش الدقة الحمراء اللي هي الشطة دي ممكن تعمليها وممكن ما تعملهاش، اختياري، بس دي بتبقى حامية جدا جدا يعني، على قد ما تقدري تحاولي تبقى تودي وشك بعيد. حطيت فص توم ونزلت عليه بمعلقتين شطة وبعد كده بالخل، وهزود برضو ربع كوباية مية ورشة ملح ورشة كمون. تبقى دقة حمرا بس شطة ناري، يعني عايزة اقولك ان هي مشطشطة مشطشطة يعني. وادي كده الكشري بتاعنا بالشكل الجميل الحلو دوت، ولا معجن بقى ولا في اي حاجة. وبصي المكرونة والرز وكل حاجة واخدة التسوية الكاملة بتاعتها وفي نفس الوقت حلوة. وادي كده الدقة الحمراء، وادي الدقة البيضة، وادي الصلصة. وطبعا عملنا جنبها مهلبية عشان تطري على القلب كده بطريقة سهلة وبسيطة، ان شاء الله هنزلها لك لوحدها عشان الفيديو بتاعنا ما يطولش. وطبعا عصاير بقى، فراولة، خروب، تمر هندي، اي عصاير موجودة عندك، مع تمر كام تمرية كده على السفرة مع المخلل مع طبق سلطة، ويبقى احلى فطار. وكل سنة وانتم طيبين.